السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي معرفنيش، انا لوليسا ودي قناتي. حبيت بقى النهاردة نعمل الفطير الفطاطري بأسهل طريقة، ومش هيكلفكوا حاجة، وهيبقى جميل جدا وطعمه خيال، طعمه تحفة والله العظيم. يعني احلى كمان من الفطير اللي احنا مثلا بنحط جنبه عسل والكلام دوت. انا دلوقتي كنت حاطه عسل، في ناس بتحطله سكر بودرة حسب يعني ما انتوا عايزينه، بس انا يعني ايه حبيت ان انا احط له عسل. ومعلش كنت بصور بس في الضلمة عشان النور كان قاطع. شوفوا مورق ازاي وطعمه جميل، وبقى عليه العسل كده. يعني انتوا عايزين اي حاجة معسلة تقوموا واكلينها زي ما انتوا شايفين كده. وبسم الله ما شاء الله جميل وما بياخدش وقت و... يلا بقى بينا هنسمي الله ونبدأ في الوصفة. معايا نص كيلو من الدقيق كنا نخلاه، ومعلقة ونص من السكر، وشعرة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر. بحط له نص معلقة بيكنج باودر عشان يقب وينفخ كده. هقوم بقى مقلبة المكونات الجافة دي مع بعضها، واقوم بقى ايه نازلة بالسايلة اللي هو ايه كوباية وربع من المية. بس انت مثلا لو لسه مبتدئة ولا الكلام دوت تقوم حاطة ايه كوباية من المية، وتعجني وتقلبي. انا بقى فضلت ايه ربع ساعة عشان يعمل لنا عرق كده ويبقى طري جميل معانا. انا مش هخليه اللي هو طري يلزق في الايد، لا. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، يعني هو مش بيلزق في الايد. انا عايزاه اللي هي ايه الكرة تبقى ممسوكة، يعني تبقى ممتسكة كده معاكم. وزي ما انتوا شايفين كده بقى فضلت ربع ساعة اعجن فيه كده، بسم الله ما شاء الله. وبعد ما عجنته هوت ملمس العجينة زي ما انتوا شايفين كده. كون بقى محضرة معايا كيسة من بتاعة التلاجة، وكون دهنها زيت، واقوم حاطة فوق وش العجينة زي ما انتوا شايفين كده الكورة، حاطة كده عليها زيت. واقوم بقى مدخلاها في قلب الكيسة، واقوم ربطاه. دي بقى طريقة جديدة ومختلفة، يعني مش زي بتاعت حد. ويا رب تجربوه ونول اعجابكم. لازم بقى اخرج منه الهوا كده علشان يبقى ايه، يعني هو يبقى لوحده جوه، يبقى جوه الكيس لوحده، ما يكونش جوه هوا ولا الكلام دوت. واقوم بقى فرداه في قلب الكيسة من جوه، واقوم بقى سايباه يرتاح من نص ساعة لتلت ساعة كده. بقى بعد ما ارتاح زي ما انتوا شايفين اهوت يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. يعني العجينة شوفوا عاملة ازاي، يعني بتفرد هي لوحدها. انا عايزاه بقى نظام اللبان، شوفوا كده يعني بتمط نظام اللبان ازاي. يعني لما تمط كده نظام اللبان يبقى عارفوا كده النتيجة معاكم ناجحة. هعمله بقى على شكل كورة كده، دائرة صغيرة. هعمله يعني النص كيلو عامل معايا 7 كور، يعني حسب ما انتوا عايزين صغير كبير. يعني شفتوا البرتقانية اللي هي كده الوسطانية، ولا الصغيرة اوي ولا الكبيرة اوي. نفس النظام انا عملته 7 كور. وكنت حاطة في الصينية معايا حبة زيت، شوية زيت. وبعد ما عملت الكمية خلصتها، قمت عاملة بقى بالفرشة كده زيت بردك، هنحط زيت بردك. ونكون فاتحين كيس تلاجة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده وملاحظين. وفوقيه فوطة علشان بقى يتدفى من يعني من 10 دقايق بردك لنص ساعة. زي ما انتوا شايفين كده بقى، انا كنت عاملة واحدة مجرباها الأول مع نفسي كده يا حبايب قلبي. اهي زي ما انتوا شايفين كنت حاطة في الصينية حتة زبدة. وكنت ايه يعني الزبدة بدرجة حرارة الغرفة أو المطبخ. ولو هتحطوا سمنة بقى ولا الكلام دوت، يعني ايه هتقوموا بقى حاطينها في التلاجة في الفريزر شوية. دلوقتي انا حطيتها على الرخامة او اي حاجة عندكم، تحطوا عليها بردك شوية زيت زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين اني بعملها ازاي اهوت. ومش هخليها تتقطع مني زي ما انتوا شايفين. انا بفرد الكرة اهوت زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين. بايدي الاتنين، بايدك عايزة تعملها بالنشابة يعني تفردها او بالنشابة. وبعدين بقى ايه يعني ترجعي تعيدي بايدك والكلام دوت عادي بردك سهل. زي ما انتوا شايفين كده انا مخلياها رقنقة، يعني الفرشة اللي انا حطاها او اي حاجة انت حطاها يعني تبان فيها، تبقى رقنقة سمكها رقنق خالص. اقوم بقى حاطه لها الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، بدهنها فيها كده في النص. واقوم جايبة الطبقة دي كده، واقوم حاطة عليها حتة صغيرة بس كده. واقوم جايبة بردك الطبقة التانية نفس النظام، واقوم حاطة عليها كده. يعني مفيش اسهل من كده حاجة. واقوم بقى ارص على الصينية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. يا رب تنول اعجابكم، واللي وصل بقى لغاية هنا منسينيش في اللايك الحلو دوت.
زي ما انتوا شايفين كده. بقى احطها في الصينية ولازم نفردها قوي كده عشان الفردة قوي ديت هي اللي هتعمل لنا هشاشة كده. بعد ما دخلتها الفرن كنت عملت الكمية ودخلتها الفرن، ودلوقتي بعد ما طلعتها من الفرن زي ما انتوا كنتوا ملاحظين هي كانت قابة ازاي في الفرن. كنت الفرن على درجة حرارة عالية من فوق ومن تحت، وتبارك الرحمن. وكنت بقى ايه بعد ما طلعتها من الفرن كنت مجهزة شوية مية في بخاخة، وقمت بخاها كده اول ما طلعت وكانت سخنة، وقمت مغطياها. ودلوقتي بعد ما بردت حطيت عليها عسل، اللي هو العسل اللي احنا بنحطه، ونقوم بقى ايه زي ما انتوا شايفينه كده مورق. طول ما هنفرد فيه بس يعني برضك ما تفردوش اللي هو قوي قوي لا، طول ما احنا هنفرد فيه هتلاقيه متورق معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.